الشيخ على الشيخ الله يحييك. على ابو عائشه. جوازات السفر، تسجيل على جوازات السفر وتصديق الوثائق. ممكن نشاط ممكن نعمله لأول مرة هو تصديق أول وثيقة صادرة عن القنصلية من قبل معالي الوزير. هذه تذكرة مرور لطفل سوري، فضلك التكرم بالخطبة عليه. خيمة سورية تظلل أبنائها، وامتدادا حقيقيا للوطن في أرض الأشقاء، وجسرا جديدا يضاف إلى صرح الأخوة التاريخية الراسخة بين شعبينا، الأخوة التي صاغتها العروبة وباركها الإسلام ووحدها المصير المشترك. لو سمحت فقط تفضلوا على البقية. هذا السؤال في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة جدة تم افتتاح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية برعاية كريمة من فخامة الرئيس أحمد الشرع وبإشراف مباشر من معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني. قبل شوي زار معالي الوزير أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري القنصلية السورية في مدينة جدة وافتتحها بعد 12 عام من إغلاقها. طبعا اجى الوزير برفقة شخصيات من المملكة العربية السعودية، شخصيات في وزارة الخارجية السعودية، بالإضافة إلى سفراء وقناصل من مختلف الدول أيضا كانوا موجودين في المكان. وأقول لكم يا أبناء سوريا، هذه الدار داركم، أبوابها مشرعة لكم، وقلوبنا قبل الأبواب مفتوحة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.